بص يا معلم، فيلمنا بيبدأ بصانع محتوى على اليوتيوب اسمه سبيستيان، وبيحكي في الفيديو قصة عن مبنى في مدينة ميونخ بتاع صانع إقفال محترف اسمه هانز، واللي كان راجل مخصص كل حياته للشغل لحد ما ماتت مراته وابنه. وابتدى هانز شغل على أعظم تحفة فنية ليه وصنع 4 خزنات. وبتقول الأسطورة لو حد حاول يفتح أي خزنة بالقوة كل اللي فيها هيتحرق. وصنع هانز خزنة إضافية وحبس نفسه فيها، والناس حاولوا يحرروه منها لكن الخزنة كانت مستحيلة الفتح. وبعد موت هانز جواها الناس رموها في البحر، واتبقى 3 من ال4 خزنات اللي صنعهم هانز، اسمهم رين جولد وفالكري وسيكفريد. وفي إشاعة بتقول إنه بيعاد ترميمهم ومحدش عارف هما موجودين فين. وبالنسبة للخزنة الرابعة جوتر دامرونج محدش يعرف أي حاجة عنها. وبعد ما سبيستيان بيخلص وبيرفع الفيديو على اليوتيوب بيفتح خزنة قدامه في 8 ثواني، وبعدها بيرجع لحياته المملة وبيروح يجيب قهوة وبيطلع على الشغل. وبيبقى يوم الروتيني عبارة عن عملاء بيزعقوله. وخلال فترة الاستراحة بيفتح قناته على اليوتيوب، وبيتفاجئ لما بيلاقي أول مشاهدة وتعليق ليه، وبيكون مكتوب في التعليق لو عاوز يطور مهاراته يروح للمكان ده. وفعلا بيروح للمكان وبيقول كلمة السر للحارس، ولما بيدخل المكان بيكون آخر متسابق في مسابقة لفتح الخزانات، وبيكون مش فاهم حاجة وبيسأل الناس ايه اللي بيحصل، وبتقول لهم المضيفة يبدأوا، وبيبدأ المتسابقين يفتحوا الخزانات، وبتفكرهم 4 بس اللي هيوصلوا للمرحلة النهائية. وبيقدر سبيستيان يفتح الخزنة وبيطلع في المركز الثالث. وبعدها بيكون قدامهم 3 دقايق عشان يفتحوا باب مصفح، وبيكون في واحد اسمه نيو بيبان انه واثق في قدراته. ولما بتقول لهم المضيفة ابتدوا بيفضل سبيستيان واقف ما بيتحركش، لكن بيحط ايده على القفل كأنه بيحس بالتروس بتاعته. وفي اخر 30 ثانية بيقدر سبيستيان يفتح الباب، وبيسقف كل الجمهور لسبيستيان، وبيلاحظ بنت جميلة واقفة وسط الجمهور، وبيكون اسمها جوين، وهيعرف حاجات كتيرة عنها زي انها قدرت تسرق اول ساعة ليها وهي عندها 6 سنين، وان قلبها اتكسر وهي عندها 16 سنة، وسرقت اول عربية وهي عندها 17 سنة. لكن في اللحظة دي سبيستيان ما بيكونش عارف اي حاجة عنها. ولما بيروح البيت بيحط الجايزة جنب صورة عيلته، وبيكون فخور ان جات فرصة يوري الناس مواهبه. وتاني يوم بيروح سبيستيان يجيب قهوة، وبيتفاجئ بجوين واقفة وراه، وبتقول له انها صاحبة اول مشاهدة وتعليق على قناته، وبتقول له انها كانت مراقباه وعارفة مواهبه وانه دايما عايش وحيد. وبتقول له انها في الكافيه بقالها 7 دقايق بس وقدرت تسرق خاتم واحدة وساعة حد ومسدس الراجل ده، وبتعترف له انها سارقة مجوهرات دولية وعاوزاه يشتغل معاها. وبتقول له بسبب المشاكل السياسية في امريكا الخزانات بتاع هانز هتتنقل لمدينة جنيفا، ودي هتكون فرصته عشان يحل عقدة الخزانات اللي صنعهم هانز. وبتديله عنوان يروحوا لو وافق ينضم ليها. وبيفضل سبيستيان عايش حياته المملة، واثناء ما بيكون في البيت بيقرر اخيرا يقبل العرض، وبيروح للعنوان وبتستقبله جوين، وبيقابل كورينا المتخصصة في مجال الاختراق، وبيتعرف على رالف اللي مفيش حد أسرع منه في السواقة. وآخر واحد في الفريق هو براد كيج اللي اتفرج على كل أفلام نيكولاس كيج واتعلم الإجرام منه. وبتشرح كورينا الخطة وبتقول خزنة رين جولد في مدينة باريس وفيها 413 مليون من مكونات القفل، وبتكون خزنة فالكري في مدينة براغ في تشيك وفيها 235 مليار من مكونات القفل، وخزنة سيكفريد في سانت مورتز وفيها 72 مليار من مكونات القفل. وبتكون ال3 خزانات صاحبهم ملياردير من آسيا اسمه تاناكا، وبيكون الفريق ما عندوش وقت يضيعه فبيسافروا لباريس فورا، وبيبدأوا الخطة. وبيدخل سبيستيان الحمام، وبتدخل جوين وراه وبتسرق المفاتيح من حارس الأمن، وبتدخل كورينا وراهم وبتساعدهم لأن هي الوحيدة اللي بتتكلم إنجليزي. وبتروح جوين تاخد سبيستيان وبيروحوا لخزنة رين جولد، وبيفضل سبيستيان يحكي عن مكونات الخزنة والمواد المصنوعة منها، وبيشغل أغنية لفنان اسمه راين جولد على اسم الخزنة. وفي خلال ثواني بيقدر سبيستيان يفتح الخزنة بسهولة، وبيكونوا مبسوطين جدا. وبتقول جوين اللي بيعملوه ده مش عشان الفلوس. وبعدها بيخرج سبيستيان وبتخرج جوين وراه وبيكون معاهم الفلوس. وبيكون في عميل في الانتربول اسمه ديلاكوا بيعرف عن السرقة اللي حصلت، وبيوريهم الأشخاص اللي كاميرات المراقبة جابتهم، وبيتعرف الانتربول على هويتهم، وبيعرف انهم ناويين على سرقة الخزنتين التانيين، ودي فرصة الانتربول في القبض عليهم. وبنرجع للفريق وهم بيحتفلوا بنجاح خطتهم، وبتتكلم كورينا مع سبيستيان وبتكون معجبة بيه، وبتقول له ان جوين في علاقة مع براد لكن في مشاكل بينهم دلوقتي. وبيروح سبيستيان لجوين وبتبدأ تحكي له عن براد، وبتقول له ان براد شخص نرجسي وبيحب يشتغل لوحده دايما. وبيحكي لها سبيستيان عن نفسه وعن طفولته، وبيتعرفوا على بعض اكتر. وفي الاخر بتقول لسبيستيان بعد ما يخلصوا المهمة هتسافر لمدينة نيفادا عشان الخزنة الرابعة جوتر دامرونج موجودة هناك،
وتاني يوم بيتحرك الفريق لمدينة براك، وبيكون ديلاكوا مستنيهم هناك. وأثناء الطريق بيكون سبيستيان متوتر جدا وبيعمل نفسه محاسب عشان يقدر يدخل البنك، وبتقدر كورينا تخترق السيستم وبتخلي سبيستيان يعدي من الأمن، وبيروح للأسانسير وبتكون جوين معاه وبينزلوا لخزنة فالكيري. ولما بيتفتح الباب بيلاقوا 2 حراس، بس جوين بتطلع نينجا وبتخلص عليهم، وبيبدأ سبيستيان شغله في الخزنة وبيشك ديلاكوا ان الفريق جوه البنك وبيتحرك وراهم. ولما بيحس الأمن ان النظام مخترق بيقفل كل الأبواب وبيدخل الانتربول للبنك، لكن بيطلع البنك الغلط عشان الخزنة اتنقلت لبنك تاني نظام الحماية فيه أعلى. وبيلبس براد قناع وبيضرب الأمن بأسهم مخدرة بتفقدهم الوعي، وبيبدأ سبيستيان يفتح الخزنة لكنه بيفشل، والمقبض بيختفي وبيطلع واحد مكانه. ولو سبيستيان فشل تاني هتفضل الخزنة مقفولة للأبد. وفي آخر محاولة بيقدر سبيستيان يفتح الخزنة بمهاراته، وبتتصل عليهم كورينا وبتعرفهم اللي بيحصل بره، وبيملى سبيستيان وجوين الشنط بالفلوس وبيخرجوا. وبيجي براد يخرج لكنه ما بيعرفش، فبينط من الشباك وبيتصاب برصاصة، وبتكون العربية بتتحرك وبيجروا الاتنين ورا العربية، وبيساعد براد جوين. ولما بيوصل سبيستيان بيرميه براد على الأرض، وبتبدأ الشرطة تطارد سبيستيان وبيسرق عجلة من واحد، وبيقدر يهرب من الشرطة وبينط على قطره وهو بيتحرك. وبيكون الفريق زعلان على سبيستيان، وبتكون جوين مش عارفة هيفتحوا خزنة سيكفريد ازاي من غيره، فبيقول براد ان معاهم فلوس كتير ومش لازم ينفذوا المهمة الأخيرة. فبتنزل جوين من العربية وبتنزل كورينا وراها وبتسألها ازاي هيفتحوا الخزنة اللي جاية. وهنا بيوصل سبيستيان لبيته وبتكون جوين وكورينا مستنيينه، وبتعتذر له جوين عن اللي حصل، وبتقول كورينا ان هو الوحيد اللي يقدر يفتح الخزنة واسمه هيتكتب في التاريخ. وبيقرر ديلاكوا يدور على قصة هانز على اليوتيوب، وبيلاقي فيديو سبيستيان وبيعرف انه كان مع الفريق في البنك. وهنا بنرجع لسبيستيان وجوين وهم رايحين للخزنة التالتة، وبتكون كل قوات الانتربول بتراقب الكازينو اللي هتتنقل فيه خزنة سيكفريد. وبيسمع الانتربول كلام الفريق وهم بيقولوا هيهجموا على الكازينو الساعة 5، وبيستنى الانتربول لحد الساعة 5 تيجي وبيدخلوا الكازينو. وهنا بتقول لهم المديرة انهم واخدين احتياطاتهم، فبيسألها ديلاكوا مين اللي بلغهم، فبتقول له الانتربول اللي بلغنا، والخزنة اتاخدت من نص ساعة فاتت. وبنعرف ان من 8 ساعات كورينا اتصلت على مديرة الكازينو وقررت تغير ميعاد نقل الخزنة. وجوين استخبت في العربية وضربت الحراس وسابتهم على الطريق، وخلوا الانتربول يسمع الرسالة وعرفوا ياخدوا الخزنة على عربية نقل. وجوين وسبيستيان كانوا متنكرين في زي حراس الأمن. وبعدها بنشوف براد وهو متعصب وبيكون شايف إن الفريق خانه، وبيعرف موقع كورين عن طريق موبايلها، فبتحاول تمنع براد لكن بتوصل الشرطة وبتقبض عليها، وبتوعدها المحققة تاخد بالها من أخوها لو قالت مكان الفريق، فبتضطر كورينا تقول على المكان اللي الفريق رايح له. وبيكون سبيستيان شغال على المقبض السادس من ال7 مقابض اللي في الخزنة، وبسبب المطبات اللي بياخدوها بيخبط في الباب وبتتفتح الخزنة لوحدها. وبيكون براد والشرطة ماشيين وراهم، وبيفتح سبيستيان وجوين الخزنة، ولما بيخرجوا من العربية بيكون براد مستنيهم، فبتتخانق جوين مع براد وبتقدر تربطه في العربية وبتهرب مع سبيستيان. وهنا بتيجي الشرطة وبتقبض على براد ورالف، وبيوصلوا الاتنين للمركب اللي هيهربوا بيه، لكن فجأة بيوصل الانتربول لمكانهم، فبتتفق جوين مع ديلاكوا يقبض عليها ويسيب سبيستيان. وبتقول لسبيستيان هيفتحوا الخزنة الرابعة مع بعض في يوم من الأيام. وبعدها بيتحرك سبيستيان بالمركب وبيكون قدر يحل عقدة الخزانات بتاع هانز، وبيخلص الفيلم على كده.